كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون من أهم اكتشافات الآثار المصرية في القرن الماضي، ويعد اكتشاف معلومات جديدة عن مرضعته مايا من أهم اكتشافات هذا القرن حتى الآن على الأقل. البعثة الفرنسية التي قامت بأعمال ترميم المقبرة أعلنت أن مايا هي بالفعل ميريت آتون شقيقة الملك والابنة الكبرى لأخناتون ونفرتيتي، الأمر الذي قد يعيد كتابة تاريخ تلك المرحلة الغامضة في تاريخ مصر الفرعونية. رئيس البعثة آلان زيفي أكد أن اكتشاف قطعة من الأواني القريبة من المقبرة يلقي الضوء على العلاقة بين توت عنخ آمون ومرضعته، والذي قد يشغل علماء الآثار المصرية في الفترة القادمة. حفر المقبرة تطلب عدة سنوات. كانت مايا جميلة وهذا مهم وله دلالاته، والأهم أنها كانت مرضعته. وجدنا جزءا من إناء يفيد بأنها كانت أهم امرأة داخل القصر الملكي. وزير الآثار المصرية ممدوح الضماطي أعاد افتتاح المقبرة التي تقع بمنطقة سقارة بالجيزة، وقد استغرق حفرها بالكامل عدة سنوات منذ اكتشافها عام 1996. أهم مقبرة منهم هي مقبرة مايا، بداخلها مشاهد جميلة لامرأة ترضع توت عنخ آمون الرضيع. ومن أهم المشاهد داخل المقبرة لمايا وهي جالسة على العرش والطفل توت عنخ آمون جالس عليها. حياة الفرعون الشاب لا تزال تثير شغف وفضول علماء الآثار والسياح معا، ويتزامن الاكتشاف مع استئناف عرض القناع الذهبي لتوت عنخ آمون بالمتحف المصري، وذلك بعد كسر ذقنه وترميمه بشكل خاطئ، ما أثار جدلا واسعا وجلب الكثير من الانتقادات الدولية لوزارة الآثار. الحاجة الملحة لتنشيط الحركة السياحية بمصر أدت إلى تضاعف جهود السلطات المصرية لجذب السياح والترويج للمزارات السياحية المعروفة، لا سيما فيما يخص الآثار المصرية والسياحة المائية. وأكد الضماطي أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن المزيد من الأسرار والمفاجآت الأثرية التي تخص الملك توت عنخ آمون، خاصة بعد إجراء المزيد من الدراسات وعمليات المسح الراداري بمقبرته بوادي الملوك. ويرى الضماطي أن الدراسات ربما تكشف عن وجود حجرات خفية إضافية قد ترتبط بميريت آتون ذاتها مرضعته وأخته وأهم نساء عصره.